السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، ازيكم عاملين ايه؟ بتوحشوني من الفيديو للفيديو. عايزة بس قبل ما ابتدي اقول لكم اللي لسه مشتركش يا ريت يشترك في القناة. في ناس جديدة اشتركت. عندي عايزة اقول لهم متشكرة جدا جدا. ربنا ما يحرمنيش منكم. عايزين القناة تكبر بيكم. شيروا الفيديوهات واعملوا لايكات كتير لان ساعات الفيديوهات ما بتوصلش، يعني ما بتوصلش عندك حتى لو انت عامل تفعيل الجرس يعني. لازم تعمل لايك وكومنت علشان خاطر الفيديو يوصلك ويوصلك كل حاجة مني اذا كان المحتوى عجبكم. آم، عايزة اتكلم النهاردة عن البركة. عايزين نرجع البركة في حياتنا تاني. آه، البركة دي جند من جنود ربنا. آه، لازم نرجعها ازاي؟ نرجعها باننا نبقى راضيين، نبقى راضيين عن حياتنا ايا كانت. في غلاء اسعار وفي حياة صعبة وفي مشاكل كتير في الدنيا. فالبركة دي لما بتحل في كل حاجة، بتحل في الفلوس بتكترها، بتحل في الاولاد بتربيهم، بتحل في كل حاجة، بتخلي الدنيا جميلة. فنخلي البركة دي ازاي عندنا؟ ان احنا غير ان احنا نستعين بالله ونسمي بسم الله ونعمل كل الكلام ده، ان احنا نبقى راضيين من جوانا، مش بس من بره ان احنا نقول تمام وكل حاجة تمام وكل حاجة، انما لازم نبقى من جوانا مقتنعين تماما ان الرزق ده بتاع ربنا. الرزق بس مش فلوس بس، الرزق كل حاجة. الرزق صحة، الرزق عافية، الرزق ان انا اصحى من النوم الصبح، افتح عيني على الدنيا كده، ده رزق اقول الحمد لله. ان انا انام بالليل كويس من غير ما في حاجة بتوجعني اقول الحمد لله. ان انا برضو يعني عايزة اقول برضو لازم نحمد ربنا في السراء والضراء. يعني حتى لو تعبانة، حتى لو انا تعبانة، برضو الحمد لله. زي ما بنشكر ربنا آه، في نعمة، لازم نشكره لما يبقى عندنا مشكلة. علشان احنا سواء رضينا او ما رضيناش، ربنا هو اللي ماشينا وربنا هو اللي ماشي الدنيا دي، واللي فيه مصلحتنا هو اللي بيعمله. فلازم نبقى راضيين عن كل حاجة. مش تجيلنا نعمة نقول الحمد لله يا ربي والشكر لله، نعمة من عندك، فضل ونعمة والحمد لله. ولما ما يبقاش عندنا، يبقى عندنا مشكلة أو يبقى عندنا حاجة معينة فيها مشكلة في حياتنا مثلا، أو نقص في المال أو نقص في أي حاجة، بنبقى ناقمين وبنقول ليه يا رب وانت عملت كده ليه. مش كده، لازم جوايا أبقى راضية في جميع الأحوال. هو ده اللي بيجيب البركة في حياتنا. فلازم نحمد ربنا ونسجد له على الكويس وعلى الوحش. ولازم نبقى عارفين ان كله من صنع ايدينا، كويس من صنع ايدينا، الوحش من صنع ايدينا. لازم نبقى فاهمين ده كويس قوي. آه ربنا بيعمل لنا اللي في مصلحتنا. لازم نبقى واثقين من كده. آه الام والاب لما بيعملوا حاجه ضد مصلحه ولادهم، بيبقى عشان خاطر مصلحه، يعني مش ضد مصلحه ولادهم، من وجهه نظر الولاد يعني انها ضد مصلحتهم. انما في النهايه بيبقى عشان خاطرهم وعشان خاطر مصلحتهم فعليا يعني. فلما الأب مثلا أو الأم بيقسوا على أولادهم شوية، ده علشان خاطر يصلحوا حاجة معينة في شخصيته، علشان خاطر يفهموه إن هو اللي هو مثلا طالبه أو الحاجة اللي هو عايزها دي مش هتبقى في مصلحته، لأن هو بيبقى شايف من وجهة نظره هو. بما انه مثلا سواء طفل او شاب او اي حاجة، بيبقى شايف من وجهة نظره اللي مش شايفه الام والاب. ربنا بيتعامل معانا من المنطلق ده طبعا، حاشا لله من التشبيه يعني، انما بيتعامل معانا احسن كمان من امنا وابونا. هو شايف ان الحاجة اللي انا عايزاها دي، شايف ان هي مش من مصلحتي ان انا اخدها او انها تجيلي. شايف ان هي ممكن تبقى نقمة عليا او حاجة مش في مصلحتي، او مش هتجيب لي السعادة اللي انا برجوها يعني.
فهو لما انا ادعي ربنا مثلا واقول يا رب انا عايزه كذا، يا رب اديني كذا، يا رب يا رب ارزقني يا رب. طب هو ربنا شايف ان مثلا، يعني مثلا فرضا يعني، ان هو لما ربنا يرزقني بالفلوس اللي انا عايزاها مثلا دلوقتي، طريقة تفكيري وطريقة أسلوبي في الدنيا إن أنا ممكن أعمل حاجة غلط. فعلشان عشان كده يعني ربنا بيحبنا، عشان كده ربنا هيأجل الموضوع ده شوية لغاية مثلا ما طريقة تفكيري تظبط، لغاية ما أنضج شوية في التفكير، آم، وهيديني اللي أنا عايزاه برضو وأكتر منه وأحسن منه، طالما بدعو طالما بدعو ربنا وأنا متيقنة بالإجابة. فأنا دعيت ربنا وربنا ما استجابش دلوقتي، ما أقولش ليه، عشان إيه؟ ما أنا بدعو ربنا. لازم أبقى جوايا رضا وثقة ويقين إن ربنا بيعمل لي اللي في مصلحتي، فلازم أبقى راضية. والرضا اللي أنا بتكلم فيه ده واللي أنا يعني موضوع الفيديو النهاردة عن الرضا، هو ده اللي بيجيب البركة، البركة في الحياة، البركة في الرزق. لو البركة جت، البركة دي جند من جنود ربنا، لو جت لو جت في الفلوس كترتها، لو جت في الرزق كترته، لو جت في العيال ربتهم، لو جت في الدنيا بشكل عام هتخلينا نعيش سعداء. فلازم نبقى راضيين في جميع الأحوال، راضيين وواثقين في رحمة ربنا، وواثقين في إن ربنا بيعمل لنا الأفضل واللي في مصلحتنا. فلازم نبقى راضيين علشان خاطر يبقى فيه بركة. البركة مهمة جدا في حياتنا. أرجو إن أنا أكون قلت كلام يعني يعجبكم النهاردة ويكون الفيديو خفيف عليكم. تاني متشكرة جدا لكل الناس اللي اشتركت، ربنا يكرمكم ويخليكم ليا وما يحرمنيش منكم أبدا، بحبكم جدا. شير بقى كتير لو الفيديو عجبكم، لو القناة عجبتكم، محتواها عجبكم. متشكرة جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.